أهالي قرية المحجاء، عزلة وتير، مديرية المسراخ، محافظة تعز، يناشدون جميع المنظمات الدولية والمحلية والجهات الحكومية والسلطات المختصة وفاعلي الخير والمؤسسات التنموية بأن ينظروا بعين الرحمة والاعتبار لهذه القرية المنسية. كانت قرية المحجاء وما يعانوه بسبب عدم وصول الطريق التي هي شرايين الحياة، فهم يعانون يعني في مكابدة في كل حاجة، في النقليات، في نقل المرضى، في كل متطلبات الحياة. لا يستطيعون الوصول إلى الطريق الرئيسية التي هي تقع في منطقة تبيح ومنطقة العنين سيعة. فالذي أرجوهم فاعلي الخير والداعمين وكل المنظمات والسلطة المحلية التعاون مع هؤلاء أصحاب قرية المحجاء وإيصال الطريق إليهم عبر أي جهة تكون إن شاء الله، من العنين أو من. تبعد قرية المحجاء عن الطريق العام بحوالي 2 كيلومتر، ولا يملك الأهالي إلا وسيلة واحدة: حمل المرضى على الأكتاف أو على محفات بدائية لمسافات طويلة ومرهقة عبر منحدرات جبلية وعرة وشاقة. مشاهد دامية تحدث بتكرار: أطفال يصرخون من شدة الألم وهم في طريقهم للعلاج، وكبار سن يتألمون يفضلون المكوث في بيوتهم لمشقة السفر حتى يفقدوا أرواحهم. معاناة لا تنتهي. ليست المعاناة فقط في الحالات الطارئة، بل حتى نقل أسطوانات الغاز والمواد الغذائية واحتياجات الحياة اليومية تتم على ظهور الناس في رحلة شاقة تهلك الأجساد وتستهلك أعمارهم. نحن نتحدث عن معاناة يومية، معاناة لا تنتهي، معاناة تؤثر على كل جانب من جوانب حياتهم. تأثير هذه المعاناة على الأهالي كبير، حيث يعاني الكثيرون من الأمراض المزمنة ولا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما أن الأطفال يعانون من صعوبة الوصول إلى المدارس، والنساء يعانين من صعوبة الوصول إلى المراكز الصحية للولادة والرعاية الصحية. باسم الإنسانية وباسم كل معاني الرحمة، يناشدون أهالي قرية المحجاء جميع المنظمات الدولية والمحلية والجهات الحكومية والسلطات المختصة وفاعلي الخير والمؤسسات التنموية بأن تبادروا بتنفيذ مشروع شق طريق ربط قرية المحجاء بالخط العام. هذا المشروع سينقذ أرواحاً ويعيد الحياة لقرية أنهكها العزل. يأملون أن تصل أصواتهم إلى كل من يستطيع أن يساعدهم.